يعني إيجابيات الشاب العراقي أولًا الله عز وجل أعطاه صفات جميلة، أعطاه صفات جدًا مهمة، يعني ما تلقاها يعني متوفرة في بقية المجتمعات. مثلًا الشاب العراقي الله عز وجل يعني رزقه مثلًا مراكز العبادة وقبور أهل البيت عليهم السلام، وقبور أهل البيت ليس هي فقط قبور وإنما هي منارات إلهية للدنيا والآخرة. ثانيًا المراكز العلمية اللي موجودة في العراق. ثالثًا الأخلاق والصفات اللي يمتاز بها العراقيين مثل الكرم، مثل الشجاعة. رابعًا الترابط الأسري اللي موجود، يعني مثلًا الأب والأم يعتزون بأبنائهم، يدافعون عنهم، يوصلوهم، يعني يخسرون ويبذلون الغالي والنفيس من أجل أن شنو؟ أن يربوا ابنهم أو بنتهم ويوصلونهم إلى أماكن في الحياة، أماكن جيدة. يعني هذا من تجي اليوم تقرأ تلقى العراق يمتازون بهذا الشيء، بقية الدول ما عندها هذا الاهتمام البالغ يعني. حتى تشوف الدول الأوروبية تشوفهم يعني يوم اللي يصير عنده أولاد أو بنات القانون، حتى القانون يمنع يوم اللي تصير البنية مثلا عمرها 18 سنة، بعد الأب والأم ما له دخل بهذه البنت، فهي تنتكل على حياتها وهي تشق طريقها وتروح تصير فريسة لأصحاب السلطة وأصحاب الشهوات والرغبات والعياذ بالله. بينما الشاب العراقي تلقى أبوه وأمه يبقون يحنون عليه ويهتمون به ويربوه لأن يوصل 50-40 سنة، هي تبقى الأم والأب ينتبهون على ابنهم، يسألون عليه ويدورون على سعادته وأمانه. وبقية الصفات مثل الكرم، مثل الغيرة، مثل الحمية، غير هاي اللي موجودة في شبابنا.